السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى حاجه جميله كده هتعجبكم ان شاء الله. حلويات رمضان هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات كلها في البيت. يلا بقى هنعملها بقى في شهر رمضان المبارك، وسهله وبسيطه هتدخلي تعمليها بعد الفطار في دقايق. اول حاجه معايا طاسه على النار، نزلت بربع كوبايه من الزيت ومعلقتين من السمنه او الزبده، وكوبايه من الدقيق السميد، ونص كوبايه من الدقيق الابيض كده، وهديهم تشويحة حلوة لحد ما يستووا تماما. ادينا فيه كده يا جماعة من الوقت للتاني لحد ما يستووا تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية من الفول السوداني المجروش، هضيفه عليها كده وهقلب بقى كله مع بعضه يختلط ببعضه، واديهم تشويحة برضو على النار شوية كده، حوالي عن دقيقة كده او 3 دقايق. بعد كده معايا بقى التمر اللي هو الطري ده، خليته الاول من النواه وبعد كده قطعته نزلت بيه كده، بيديله تست حلو قوي وطعم جميل قوي. هفضل اشوح برضو كده مع بقيه المكونات كده لحد ما يستووا كده تماما. بعد كده هجيب الكبه بتاعتي وهخلط كل المكونات بتاعتي دي في الكبه عشان تبقى عجينه متماسكه والكل يختلط ببعضه كده نعرف نشكلها. بعد كده هنزل بقى في بوله وهبدأ أشكل بقى العجينة بتاعتي دي. معايا بقى العصارة بتاعت البرتقان اللي زي دي كده، هبدأ أشكل بيها تديني شكل جميل قوي. لو عندك العصارة دي هتعملي بقى أحلى تشكيل من دي، حاجة كده جميلة. شكلت بقى كل الشكل كده، بتضغطي عليها لحد ما تطلع معاكي بالشكل الجميل ده. عملت كل الكمية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، سهلة وبسيطة خالص. طلعت معايا بالشكل التحفة ده. بعد كده بقى هتزينيها بأي صوصات عندك، أو صوص شوكولاتة أو صوص كراميل، أي حاجة بقى اللي انت بتحبيه اعملي بيه. أنا زينتها بقى، كان عندي شوية من الصوص الشوكولاتة، زينت بيها كده الشكل تحفة يا جماعة، وعجبت الأولاد وجميلة وطعمها حلو. يلا بقى مستنية ايه؟ شوفوا علشان تعتمديها كده في رمضان إن شاء الله. لايك وشير لو عجبك الفيديو.